أنا عايزاكِ بقى تنسي أي طريقة عملتِ بيها كبسة قبل كده وجرّبي الطريقة دي، علشان هي دي الطريقة الأصلية زي بتاعة المطاعم الفاخرة بالضبط، أحلى المطاعم بيعملوها بالطريقة دي، وهاقول لِك على كل أسرارها وتكاتها وكل تفصيلة فيها علشان تطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي كلّها، لو جرّبتيها هتعتمديها دايمًا ومش هتبطّلي تعمليها، وهي دي الطريقة اللي هتشرّفِك في أي عزومة. تعالي أمّا أقول لِك بقى أنا عملتها إزاي علشان تعمليها زيي وتطلع معاكِ زي بتاعة أفخم المطاعم بالضبط. أول حاجة طبعًا زي ما أنتم شايفين كده جبت الفرخة بتاعتي الجميلة وغسلتها كويس، وأهم حاجة نضافة الفراخ علشان هو ده اللي بيديكِ الطعم الجميل، وبعد كده طبعًا دي خطوة اختيارية أنا عملتها، أنا باحب أشيل الجلد كده من الفرخة زي ما أنتم شايفين كده، أنا شِلت الجلد كله بتاع الفرخة، وطبعًا دي حاجة اختيارية لو أنتِ بتفضّلي الجلد سيبيه، بس من الأفضل والنصيحة مني شيليه. وبعد كده خدت الفرخة قطعتها إلى نصين، وخدت الوراك قسمتها كده، وكل ورك قطعته إلى 3 قطعت كده الدبوس والحتة التانية قطعتها إلى قطعتين، زي ما انتوا شايفين كده الدبوس بقطعه الأول، وبعد كده الحتة اللي بتكون تخينة دي أنا باقطعها إلى قطعتين، زي ما انتوا شايفين كده. وهاخد بقى الجزء التاني وهاقطعه لنصين وهاقطعه كده إلى مكعبات. أول حاجة هاشيل الأجنحة، طبعًا هاشيل الجناح من هنا ومن هنا، وبعد كده هاقطع الحتة التخينة دي إلى قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. أول حاجة قطعت الجناح، والحتة الباقية أنا هاقطعها إلى كذا قطعة زي ما انتوا شايفين كده، طبعًا زي ما انتِ حابة، لو حابة تتخنيها بتتخنيها، لو حابة ترفعيها بترفعيها، لو عايزة تعمليها مكعبات صغيرة انتِ بتعمليها، يعني دي حاجة ترجع لِك انتِ، بس من الأفضل إنِك تقطعيها كده بحجم متوسط علشان تبان كده وسط الرز، لو قطعتيها صغيرة ما بتبانش، أما لما تقطعيها بحجم متوسط بتبان معاكِ وتبقى ظاهرة، بس طبعًا في الآخر دي حاجة ترجع لِك انتِ. وطبعًا أنا هاعمل الجزء التاني من نفس الطريقة، هاشيل كده الرقبة وأفصل الجناح بالجزء التاني هاقطعه إلى قطع متوسطة بالشكل ده كده، وبكده قطعنا الفرخة معاكم بقت جاهزة. طبعًا هارجع أغسلها تاني علشان زي ما قُلت لكم أهم حاجة نضافة الفراخ، وبعد كده جبت قطعة من الدهن، طبعًا الدهن ده أنا كنت مخزناه في الفريزر، خدته بقى وقطعته إلى مكعبات صغيرة. طبعًا لو مش متوفر عندِك دهن ممكن تستخدمي اللية، طبعًا دي كلها منكهات بتخلي طعم الرز في حتة تانية خالص. وده كان شكل الدهن بعد ما قطعناه، طبعًا انتِ ممكن تقطعيه أي تقطيعة انتِ تحبيها أو تفضليها، ممكن بحجم متوسط زي كده وممكن إن مكعبات صغيرة، بس أحب أقول لِك أنا مقطعاه لمكعبات متوسطة علشان يبان في الرز كده وما يختفيش تمامًا، لو قطعتيه إلى قطع صغيرة تمامًا هيختفي وأنتِ بتشوحيه في وسط الزيت. ويلا بينا بقى نحضّر الكبسة بتاعتنا الجميلة، هنجيب حلة على النار وهننزل فيها بشوية من الزيت، أو ممكن تستخدمي أي مادة دهنية متوفرة عندِك، أو ممكن تستخدمي الزبدة يعني أي حاجة أو سمنة يعني أي حاجة متوفرة عندِك في البيت، وبعد كده هانزل بشوية الدهن الحلوين بتوعنا، طبعًا دول بيخلّوا طعم الرز في حتة تانية خالص، وهنشوّحهم كده لغاية لمّا كمية الدهن اللي فيهم تنزل ويبقوا عبارة عن قطع، أهم حاجة تشوّحي الدهن كويس، وزي ما قُلت لِك أنتِ ممكن تستخدمي الليّة بتعزّز طبعًا من طعم الرز وبتخلّي طعمه في حتة تانية خالص، ونزلت ببصلتين متقطعين إلى مكعبات، طبعًا أنتِ ممكن تستخدمي البصل الأحمر أو البصل الأبيض، طبعًا دي حاجة ترجع لِك أنتِ أو الحاجة المتوفرة عندِك في البيت، وهتشوّحي البصل كويس لغاية لمّا يدبل معاكِ، يعني حاجة بسيطة جدًا، وهتنزلي بفلفل ألوان وفلفل أخضر، وهتقومي نازلة بنُص معلقة من التوم المفروم، طبعًا بتخلّي طعم الكبسة هي كمان في حتة تانية خالص وبتعزّز من طعمها، اوعي تنسي نُص معلقة التوم دي علشان بتفرق جدًا في الطعم، وهنشوّح الكلام ده كلّه مع بعض لغاية لمّا نشم ريحة التوم، هنشوّحه كده تشويحة بسيطة جدًا. وهنقوم جايبين الفراخ بتاعتنا طبعًا بعد ما غسلناها لتاني مرّة، وهننزل بيها، طبعًا أنتِ لو مش حابة تعملي بالفراخ ممكن لو عندِك أجنحة تعملي بيها، لو عندِك وراك بس هتعملي، يعني أي حاجة هتعملي بيها، ولو عندِك لحمة هتعمليها بنفس الطريقة دي، بدل ما تستخدمي الفراخ هتستخدمي اللحمة، يعني أي حاجة متوفرة عندِك في البيت. وأول ما تنزلي بالفراخ ودي خطوة مهمة، وزّعيها كده في قلب الحلة وسيبيها، اوعي تقلّبيها علشان ما تنزّلش العصارة اللي بتكون فيها، يعني كمية المَيّة اللي بتكون موجودة فيها، علشان دي بتسبب زفارة للفراخ، فاوعي تقلّبيها وسيبيها لغاية لمّا تنشف تمامًا، وبعد كده قلّبيها وانزلي عليها بالتوابل، طبعًا معانا قرفة وحبهان وليمون ناشف، ونزلت عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة هي كمان مليانة من توابل الفراخ، وكمان معلقة من التوابل المشكلة، ونزلت بنُص معلقة من الفلفل الأسود، وطبعًا أنتِ هتضيفي الملح على حسب الرغبة، يعني على حسب الكمية اللي أنتِ عاملاها، وهتقلّبي بقى الجمال والحلاوة دي كلّها مع بعض.
ما اقولكيش بقى على الريحة وعلى الجمال، بسم الله ما شاء الله عليها، ريحتها في الوقت ده كده ريحة التوابل والفراخ كله كده ريحته تجنن، بسم الله ما شاء الله عليها. هتقلبي بقى الجمال بالحلاوة دي كلها تقليبة كده حلوة، لغاية لما تشوحي كده اللحمة مع الفراخ مع التوابل وكله يتشرب من بعضه. وبعد كده هتجيبي حبايتين أو 3 حبايات من الطماطم المبشورين وهتنزلي بيهم وهتقلبيهم كده كويس، وهتقومي مغطية على الحلة بتاعتك الجميلة وهتسيبيها على درجة حرارة متوسطة لغاية لما الطماطم تتسبك معاكِ تمامًا، وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. وتعالوا يلا بينا نشوف الفراخ بتاعتنا بقت عاملة إزاي. شايفين بسم الله ما شاء الله عليها ريحتها بجد تجنن، حاجة في منتهى الجمال والحلاوة. وهنقلبهم بقى تقليبة كده جميلة مع بعض زي ما انتم شايفين كده. طبعًا هنشوحهم كده كويس، وبعد كده هتنزلي بكمية المَيّة المناسبة على قد كمية الرز اللي انتِ هتحطيها. وفي الوقت ده طبعًا انتِ هتضبطي الملح وهتسيبيها لغاية لما تغلي معاكِ تمامًا. وتعالي أما أقول لِك أنا باعمل إيه، ودي حاجة اختيارية أنتِ ممكن تعمليها أو ممكن لأ. باجيب كده حبّايتين من البطاطس باقطّعهم إلى مكعبات صغيّرة جدًا، وبانزل بيهم طبعًا علشان أنا ولادي بيحبّوا البطاطس جدًا، فأنا باضيف بطاطس، بس طبعًا دي حاجة اختيارية أنتِ ممكن ما تحطّيش بطاطس خالص. وقُمت نازلة عليها بنُص معلقة من لون الطعام الصحّي، طبعًا دي لون طعام صحّي بيتباع عند العطّار، طبعًا ده لونه برتقاني مش لون أصفر علشان في لون أصفر ولون برتقاني. وهنرجع للبطاطس وأقول لِك الوصفة الأصلية ما بيتحطّش فيها بطاطس خالص، بس أنا حاطّاها علشان أولادي بيفضّلوا البطاطس، بس لو هتعمليها بالطريقة الأصلية ما تحطّيش بطاطس خالص. ونزلت كده بكيلو إلا ربع من الرز البسمتي، طبعًا الرز البسمتي أنا باغسله وبانزل بيه على طول، أنا ما بانقعش الرز البسمتي خالص، أنا باغسله وبانزل بيه على طول. وبعد كده قلّبته تقليبة بسيطة وغطّيت عليه، وأول ما يغلي هتقومي مهدّية عليه النار على درجة حرارة متوسطة وهتسيبيه لغاية لمّا يستوي معاكِ ويبقى بالجمال والحلاوة دي كلّها. وطبعًا أي توابل بتكون على الوش أنتِ هتشيليها كده، علشان كده خلاص الطعم اللي بيكون في التوابل كلّه نزل في الرز، فبكده التوابل ما بقاش لها أي لازمة خالص. فأي حاجة من التوابل اللي أنتِ بتحطيها هتكون ظاهرة كده على الوش فشيليها، علشان طبعًا ساعة الأكل ما تضايقش أي حد بياكل منها، بالذات الحبهان بكل صراحة، حاولي كده تشيليه من الكبسة بتاعتِك الجميلة علشان ما يضايقش حد ساعة الأكل، علشان طبعًا زي ما إحنا عارفين طعمه بيكون شديد جدًا. وبكده الكبسة بتاعتنا الجميلة اللي بالفراخ بقت جاهزة معانا، ما أقولكوش بقى بسم الله ما شاء الله عليها، طعمها يجنن. تعالي أما أقول لِك بقى على حاجة بقى باعملها وده أساسية جدًا لمّا باجي أعمل الكبسة، لازم أعمل كده شوية تومية جنب الكبسة الجميلة دي علشان نستمتع بالطعم. التومية اللي أنا باعملها بجد خطيرة، أحلى من اللي بتتباع برّه، عاملاها معاكِ بطريقة أصلية جدًا، لو جربتيها بجد هتعشقيها ومش هتعرفي تاكلي الأكل الجميل ده إلا بيها. بجد أنا عايزاكِ تجربيها وعايزاكِ تعملي كده التومية جنب الكبسة الجميلة دي، علشان هتستمتعي بالطعم، كلّه كده مزيج بين الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله عليها. يا رب تكون وصفتنا الجميلة عجبتكم وبألف هنا ليكم، وشكرًا جدًا على المتابعة.